سجن ابو غريب هو ارهاب دوله منظم، وايضا من ابشع الدول التي تمارس الارهاب المنظم هي اسرائيل، العدو الاسرائيلي التي ما برحت منذ نشأتها، وهي تمارس كل انواع التطرف والعنصريه ضد الشعب الفلسطيني في القدس ورام الله وغزه وفي لبنان. ونحن في لبنان انتصرنا عليها وعلى اسرائيل بوحدتنا رغم اختلافنا فيما بيننا. ولكن احد الزملاء تكلم عن الارهاب او عن قتل المواطنين في بعض الدول العربيه. انا اريد ان اقارن، ولن تعجبكم المقارنه، ولكن اسمعوني لان هذا رايي واحترم رايكم ويجب ان تحترموا رايي. المقارنه بين الجيش المصري والجيش السوري. الجيش المصري دافع عن الشعب المصري مرتين ومنع احد ان يمس به مرتين خلال سنتين ب 2011 2013. اما الجيش السوري قتل شعبه يوميا.